ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل حاجه بتوع الدايت، البنات القمر اللي بيحبوا يخسوا دول، اللي انا منهم يعني، بس انا مش قمر. في هنا معايا بذور شيا، وحوالي منجيتين، بس معلش هي مش هتقطع كده علشان بتاع اليومين دول مش ماسكه نفسها. ودي فراوله مجمده حوالي كده 300 جرام. وهنا معايا نص كيلو زبادي. بصوا، هنحط دلوقتي بذور الشيا حوالي 30 جرام على على الفراولة والمانجا، وهنقلبهم مع بعض. نقلبهم بالراحة يا جماعة، علشان اولا المانجا بتبقى مهرية، والفراولة المجمدة دي بتبقى مش ماسكة نفسها قوي برضو. بس اقول لكم على حاجة، دوت بتاع جوع اخر الليل، عارفينه انت ده. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنركنه على جنب ثواني، ومعانا الزبادي هنضربه لحد ما يخف شويه بالهاند بلندر. هضربه وارجع له. اهو خلاص. طلع الفقاعات دي. احنا عايزين بس القوام بتاع الزبادي يخف، وما يبقاش فيه الميه اللي هي بتبقى فيه دي. هنضرب كله مع بعضيه يعني. خلاص كده الهاند بلندر هشيله واحط عليه الفاكهه سويه. هنا بقى هحطه كله على بعضه، ومش هيبقى جاهز الا لما بذور الشيا تاخد وضعها وتكبر. يعني محدش ياكل بذور الشيا كده على طول، هي بتكبر. هنقلبه مع بعضينا. عايزين تزودوا كمية الفاكهة براحتكم خالص. وهنحط بقى في بولات التقديم دوت. اللي عايز ياكل بالليل ده حل سريع وعملي وصحي، يعني صحي ليكم للاولاد لكل اللي في البيت بصراحة. خلاص كده هقدمه وارجع له. احلى حلا واحلى زبادي بالفواكه، وبالهنا والشفا على قلبكم. لو وصلتوا لحد هنا حبايبي، اعملوا لي لايك وشير بعد اذنكم، واشتراك، وشجعوني في كومنت علشان اكمل فيديوهات. يا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي.